أستاذ معتصم، دعني أبدأ من عندك بداية. ما هي قراءتك لتطورات الأوضاع بفلسطين المحتلة منذ التصعيد الأخير؟ يعني لا شك أن حكومة الاحتلال واصلت عدوانها على الشعب الفلسطيني وتحديدا على أهم مقدساته في المسجد الأقصى المبارك، لكن ما لم تتوقعه هذه الحكومة الفاشية اليمينية المتطرفة هو رد فعل المقاومة الذي جاء هذه المرة مفاجئا وبالتوقيت والمكان، حيث كان الرد من شمال فلسطين المحتلة عبر الجنوب اللبناني لتمتد حالة المقاومة إلى الداخل الفلسطيني وإلى الغور الذي يعتبر يعني تحت السيطرة الكاملة الإسرائيلية، تحت السيطرة الأمنية في الأغوار قرب أريحة، إضافة إلى سلسلة يعني طويلة من أعمال المقاومة في الضفة الغربية التي اضطرت حكومة الاحتلال ومجلس وزرائها المصغر إلى الاعتراف صراحة بالفشل الذريع أمام المقاومة، سواء في المواجهة أو سواء في الفعل الاستخباري وتوقع ضربات هذه المقاومة التي أربكت حسابات الاحتلال وأعادته إلى الوراء. معتصم، نلاحظ اتساع رقعة الفعل المقاوم مع ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال، فهل نحن أمام مرحلة جديدة من الفعل المقاوم؟ يعني لا شك أنه أهم ما يميز هذه المرحلة أنه هي أرسلت رسالة واضحة للاحتلال أنه كل محاولاته يعني فرض هيمنته على الشعب الفلسطيني بهذه الصورة لن تنجح، وهي ستقود إلى توسيع رقعة المقاومة لا شك. الاحتلال ورغم أنه عدم وجود هناك مقاومة منظمة بمعنى أنها تقف خلفها تنظيمات، هي مقاومة شعبية في الغالب، إلا أن رقعة المقاومة امتدت على جميع أنحاء الضفة الغربية، وكذلك دخول يعني قطاع غزة على خط المقاومة والمواجهة في هذه المرحلة، إضافة إلى ما يخشاه الاحتلال كما أشار الدكتور صالح هو دخول الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل في فلسطين المحتلة عام 48 على خط المواجهة، ما أربك حسابات الاحتلال تماما. أعتقد أنه الاحتلال يعني ومن يقف خلفه في هذه الفترة من أحزاب اليمين المتطرف باتت تدرك أن مرحلة تطويع الشعب الفلسطيني لم تعد واردة، وأن حركة المقاومة تمتد تناسبا طرديا مع فعل وعدوان الاحتلال. الاحتلال كان يعتقد أنه كلما زاد في استخدامه للقوة قد يصل إلى مرحلة أن يركع الشعب الفلسطيني أو أن يخضعه، لكن النتيجة جاءت عكسية يعني تماما، رغم يعني وجود قمة أمنية للاحتلال قبل فترة قصيرة بمشاركة بعض الدول العربية التي أشارت كثير من التقارير لأنه من تحت الطاولة كان هناك اتفاقيات على يعني تهدئة الأوضاع وتمرير سياسات الاحتلال دون رد فعل، لكن الواقع على الأرض جاء بخلاف ذلك تماما، وبالتالي الاحتلال يقف الآن يعني حائرا كيف يواجه هذه الحالة التي باتت تتسع وتمتد لا شك. كيف ستكون ارتدادات ارتفاع عملية المقاومة على الداخل الصهيوني؟ يعني واضح أنه الاحتلال بدأ يدرك أنه أولا قدرته على الردع بدأت تتآكل أو تآكلت، وأصبح يعني سهل على الفلسطيني أن ينفذ عمل المقاومة دون ما أي حساب. الاحتلال استخدم كل الوسائل التي يمتلكها لردع جمهور المقاومة، سواء بهدم بيوت وعائلات المقاومين أو باعتقال أقاربهم أو بالاغتيال مباشرة وحتى بالتهديد بالاغتيال. لكن يعني هو غزة عندما أقدمت على الخطوة الأخيرة هي تدرك تماما أنه قد تدفع ثمن وقد يكون هناك اغتيالات، لكن واضح أن الاحتلال يعني بات يدرك تماما أنه قدرته على الردع ودخوله في مواجهة موسعة لا تعني بالضرورة حصوله على نتائج أفضل، بل ربما العكس. هذه يعني الأزمات التي يواجهها الاحتلال هو يلجأ إلى الحلول الأمنية. رأينا القرارات الأخيرة يعني الزيادة في تجنيد القوات واستدعاء القوات الاحتياط، لكن كل هذه الخطوات استخدمت عشرات المرات سابقا ولم تأتي بنتيجة. أعتقد أنه النتيجة المباشرة يعني في ظل حكومة يمين متطرف، النتيجة المباشرة لتوسع رقعة المقاومة ولصمود الشعب الفلسطيني هي فشل هذا اليمين العنيف الذي يمارس أقصى درجات العنف، وليس عنف مؤسسي بالمناسبة. هذه المرحلة التي يقودها اليمين المتطرف، العنف الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني ليس فقط من المؤسسة العسكرية الرسمية الإسرائيلية، وإنما من متطرفي المستوطنين وزعرانهم يمارسون العربدة والاعتداء على الفلسطينيين في حوارة وغيرها وفي بيتا وفي كل نقاط الاحتكاك في الضفة الغربية. لكن النتيجة كما شاهدناها
هي تقدم للفلسطينيين ونجاحهم في صد هذه الهجمة البربرية. طيب أستاذ معتصم، كيف ستتعامل المقاومة حسب رأيكم مع العدوان في ظل المعطيات الموجودة ميدانيا وفي ظل الرد الذي كان من المقاومة اليوم صباحا وأمس، وأنها قالت لن تسمح للكيان بالمزيد من الضربات؟ يعني لا أعتقد أن الأمور واضحة. المقاومة أوضحت وهي لا تستطيع أن تتراجع في هذا الموضوع إلى الخلف. الاحتلال إذا ما فتحت شهيته نحو زيادة العدوان وتحديدا قضية الاغتيال، وأنا أتفق مع يعني القراءة التي تقول أن الاحتلال ما زال يتربص ويحاول أن يقتنص صورة انتصار معين باغتيال هنا أو بفعل هناك. هو يعني في الضفة الغربية مخزون الأهداف لديه تقريبا استنفذ. هو يمارس الاعتقالات بشكل موسع، يمارس المداهمة والاجتياح والاغتيال وإلى ذلك، لكنه يعجز عن مواجهة حالة شعبية لا يتوقع ولا يتنبأ مكان الفعل ولا زمانه القادم. في غزة هو قد يقتنص هناك محاولة يعني محاولة لصورة انتصار باغتيال هنا أو هناك، لكن المقاومة أوضحت وأعتقد أنها لن تستطيع أن تتراجع عن ذلك. إذا ما أقدم الاحتلال على عدوان في غزة أو اغتيال، المقاومة سترد، وهذا عندها يعني أن الأمور ستكون مفتوحة. قد ننتقل إلى مواجهة أوسع وقد تكون محدودة حسب فعل الاحتلال، لكن رد المقاومة ومحاولتها المحافظة على صورة الردع الموجودة حاليا لصالحها لن تتراجع فيها إلى الخلف. أستاذ معتصم، هل فعلا الكيان يتخوف من الدخول في مواجهة شاملة، وكيف تقيم رده على الفعل المقاوم بغزة ولبنان؟ لا شك أنه يتخوف ويحسب الحساب، وهذا يعني من تسريبات الاجتماع الأخير في الكابينت التي يعني رفضت كثير من الإجراءات اللي كانت تصعيدية، وكان الهاجس الأول هو يعني تشارك وحدة الساحات في الشعب الفلسطيني، بمعنى دخول غزة والضفة والداخل على خط المواجهة في آن واحد. هذا يعني يربك الاحتلال ويعني سيضعف في مواجهته للحالة المقاومة. الاحتلال بات يحسب ألف حساب لهذا الموضوع تحديدا، وهو بالتالي يعني خطواته في الرد على المقاومة تأتي أيضا مدروسة. لا شك أنه الاحتلال يمتلك تفوق عسكري ونوعي، خاصة في موضوع الطيران أو في يعني قضايا أخرى، لكنه أيضا يحسب حساب أنه هبة جماهيرية واسعة الانتشار مقاومة ضده في كل الجبهات لا يستطيع مواجهتها، وبالتالي عندها لا يعرف أين ستصل الأمور إذا ما انطلقت هذه الهبة. لذلك هو يتراجع عن كثير من الخطوات في حساباته. يتراجع في الكثير من الخطوات. يعني هل نفهم من كلامك إذا عدنا إلى نقطة البداية والقدس ومخططاته التهويدية وما حاول أن يقوم به خلال ال3 أيام، هل يعني أنه فشل في مخططاته؟ أنا أعتقد أنه في القدس هو كان يسعى كما سعى خلال يعني 20 عام الماضية إلى البناء دائما على كل خطوة إلى الأمام. الاحتلال من خلال المؤسسة الرسمية وهي تعتمد على فعل التيار اليميني الصهيوني الديني المتطرف الذي يحاول باختصار تقسيم زماني ومكاني في الأقصى تحديدا. في كل عام يحاول التقدم خطوة إلى الأمام عبر ممارسة شعائر، عبر تحديد زمن معين لدخولهم ومنع المسلمين من الدخول هناك، محاولة وضع الكاميرات أو الإغلاقات أو ما شابه ذلك. في هذه السنة هم سعوا إلى يعني طيب أستاذ معتصم، على أن نعود إليك بعد الفاصل. أستاذ معتصم، كنا نتحدث قبل الفاصل عن نجاح الكيان من عدمه في مخططاته. نعم صحيح، كما قلت لك الاحتلال يحاول تحديدا في موضوع الأقصى الذي هو نقطة المواجهة الأسخن يعني المنطقة التي يدور عليها الصراع، يحاول في كل عام أن يبني على ما أنجزه في العام الماضي ويتقدم خطوة إلى الأمام. هو يعني هذه السنة باعتقادي يعني الاحتلال كان يحاول أن يخرج بصورة معينة للمستوطنين وهم يمارسون شعائر أو طقوس معينة. كان هناك يعني علامة استفهام حول إمكانية السماح، هل يقدم الاحتلال على السماح لمستوطنيه بممارسة شعيرة ذبح القرابين التي هدد
المستوطنون بممارستها في ساحات الأقصى، لكنها حتى اللحظة لم تنجح. وحالة التصدي والمواجهة تحديدا هذا العام في الأقصى وتدخل المقاومة منعت الاحتلال تماما من مجرد التفكير في أي خطوة إلى الأمام، وهذا إنجاز يسجل للفلسطينيين. أستاذ معتصم، كانت حكومة نتنياهو أيضا سبق وأن وعدت في الإسرائيليين باستعادة الأمن، لكن اليوم كما هو واضح الواقع يقول عكس ذلك. كيف تقرأ وتعلق على ذلك، وكيف تعيش الحكومة الحالية الوضع بكل تعقيداته؟ يعني كل حكومة في إسرائيل دائما عندما تأتي حكومة جديدة هي تعد الإسرائيليين بالأمن. الأمن هو الهاجس الأساسي للمستوطن الإسرائيلي كفرد وللمجتمع بشكل عام. ويعني دائما كانت قضية الأمن وتوفير الأمان للمستوطن هي حاضرة في كل انتخابات صهيونية. واضح أن هذه الحكومة وبعد يعني 100 يوم لم تحقق لا أمن ولا استقرار، وهي يعني غارقة في أزمات داخلية حقيقية ربما غير مسبوقة. الخلاف على ما يعرف بالإصلاحات القضائية أو ما تسميه المعارضة بالانقلاب القضائي. إلى جانب ذلك برزت هذه المواجهة اللي جاءت يعني متزامنة في عيد الفصح اليهودي وفي شهر رمضان لدى الفلسطينيين، ما جعل يعني أضاف سخونة إلى هذه المواجهة، وبالتالي يعني أضاف إلى تراجع الحالة الأمنية وعدم قدرة الحكومة على مواجهة المقاومة الفلسطينية. انعكاس ذلك على الاحتلال يعني ربما من السابق أن نعرف ما هي النتائج، لأنه هو مرتبط بعوامل أخرى. لكن الوضع الحالي هو يقول أنه المستوطنون في حالة غير آمنة، والفلسطينيين نجحوا في يعني إجبار الاحتلال على التراجع إلى الوراء في ظل تراجع حالة الردع اللي يحاول فرضه. طيب أستاذ معتصم، في الأخير خرجت اليوم في المغرب المئات من المتظاهرين الشعب المغربي ضد التصعيد الصهيوني وضد التطبيع خاصة. كيف تعلقون وتقرؤون مثل هكذا أحداث؟ يعني أعتقد أن حالة المقاومة والصمود لدى الفلسطينيين أحوج ما تكون إلى مثل هذا الدعم ومثل هذه الوقفة. هذه الحراكات الشعبية تمد الفلسطينيين بأكسجين أكثر ليستمروا في صمودهم. أعتقد في حالة الارتماء من قبل بعض الأنظمة في حضن الاحتلال، الفلسطينيين بحاجة إلى أن العرب يعبروا كشعوب، لأن الفلسطيني يعتقد تماما أنه يدافع عن الأمة وليس فقط عن نفسه. وعندما يدافع عن الأقصى ليس ملكا لفلسطين وحدهم، ويدافع عن الأمة أجمع، وهو بحاجة إلى أن يرى نتائج مقاومته وتضحيته تؤتي أكلها ويجد صداها في العالم العربي والإسلامي تحديدا. والشعوب مطالبة بأن ترفع صوتها عاليا لتقول لأنظمة التطبيع بأنه مسارهم خاطئ وهو مرفوض وغير مقبول. ننتقل في آخر دقيقة إلى الأستاذ سمارة. أستاذ سمارة، معتصم وأنت المختص في شؤون إسرائيلية من الضفة الغربية، ما هي السيناريوهات المتوقعة في الأيام المقبلة وسط هذا التصعيد المستمر باختصار؟ أعتقد أن الاحتلال ونحن مقبلون على العشر الأواخر وهناك اعتكاف في المسجد الأقصى، يعني سيسعى إلى التهدئة هناك وضبط الأمور مع يعني الخروج من عيد الفصح اليهودي حتى لا تتصاعد الأمور ويصل إلى حالة انفجار. وهل سيقبل ويرضخ بكل ربما الهزائم بين قوسين التي يعني في موضوع الرد على هجمات المقاومة، الاحتلال هو يعني مرتبك وقد يقدم إذا ما توفر له هدف على حالة اغتيال في غزة ليسجل صورة انتصار، مع شك في ذلك، ولكنه قد يرتكب هذه الحماقة، وعندها ستكون الأمور مفتوحة ومرتبط الحدث برد فعل المقاومة وكيف يعني ستتسع عندها الأمور. لكن يعني أنا ما زلت أقول إنه الاحتلال قد يعني وإن بنسبة بسيطة جدا قد يرتكب حماقة هنا وهناك ليجمل. نعم، شكرا لك أستاذ معتصم. نصل لنهاية عددنا اليوم. كنت معنا من الضفة الغربية الأستاذ عادل الشديد، أيضا كنت معنا اليوم. شكرا لك.